منظمة الصحة العالمية سنة 1995 قالت إن نسب القيصرية في مصر كانت 7% من إجمالي الولادات في مصر. مظبوط. سنة 2014 ما شاء الله بقدرة قادر عدينا ونطينا ل 52%، لدرجة إن احنا بقينا في المركز الثالث عالميا بعد جمهورية الدومينيكان والبرازيل. مظبوط. في 2018 بقى احنا طلعنا في حتة تانية خالص. تمام. بقينا رقم واحد. الكل. مظبوط. بقينا رقم واحد على مستوى العالم. حلو. ايه السبب ان احنا يعني بيحصل الطفرات دي في نسبة الولادة القيصري في مصر؟ يعني كل الاسباب اللي انت قلتها دي المفروض انها تخوف، مش المفروض انها تطمن ان انا اروح للولادة القيصري. مظبوط. طيب هنرجع برضو نقول ان المسؤولية دي لازم نحطها في مكانها، ان هي مسؤولية مشتركة عشان ما نقدرش نلقي باللوم على حد معين. تمام. في دكاترة بتلجأ للولادة القيصري كاستسهال، طبعا، بس النسبة مش هقول لك يعني فعليا، مش عشان انا دكتور بدافع عنه، بس هي النسبة مش كتير. الولاده الطبيعي احسن ولا القيصري؟ الولاده الطبيعي، عشان بس الاستاذ محمود يبقى عارف ده رايي الشخصي. تمام. وده اللي هنحاول نزق. لا، هو راي شخصي ولا ده الكتب الطبيه بتقول كده؟ الكتب الطبيه، انا قصدي اراء كتب الطبيه واللي انا بعمله في البراكتس بتاعي. تمام. شخصيا يعني قصدي مش راي شخصي، لكن هو الاولويه للولاده الطبيعي، ده طبيعي في حياتنا، دي بتاعت دي الولاده اللي ربنا عاملها. طيب هو بيقول لي ليه الموضوع بقى اكتر ناحيه الولاده القيصري؟ طيب هسألك سؤال، هو الموضوع ده في مصر بس الولادة القيصري زادت ولا على مستوى العالم؟ لا، على مستوى العالم، بس احنا عندنا الموضوع تخطى واحنا بقينا داخلين على 70%. يعني يبقى احنا عندنا خلاص هنقفل ال 100%. احنا عندنا اسباب زيادة عن دول العالم، يعني نقول احنا عندنا اسباب ازيد شوية من دول العالم، لكن دول العالم كلها عندها زيادة في الولادة القيصري. تمام. طب ايه الاسباب اللي خلت ان انا زمان كنت بولد طبيعي كتير ودلوقتي بولد قيصري؟ ممكن نطرحها. اول حاجة ان تقدم شوية في ان انا بقدر اتابع الجنين اثناء الولادة، فبدأت تظهر وسائل أكتر أقول الجنين ده هيتعب، عن طريق متابعة رسم النبض بتاع الجنين، عن طريق السماع نبض الجنين، الكلام ده كله، أقول البيبي ده هيتعب. يعني أنت ممكن تتوقع إن البيبي هيتعب بالزبط. أثناء الولادة. أنا زمان كنت بستخدم إيه؟ كنت بجيب حاجة اسمها بينرد. لا مش سونار خالص، بحاجة اسمها بينرد، حاجة زي القمع كده تحطه على بطن الست وأسمع. أسمع نبض الجنين. حاجة بيزك جدا. ده فين؟ ده من كان موجود من 15 سنة بالظبط. بجد؟ والله بجد. بقول لك كان موجود في أماكن لغاية فترة قريبة، عشان بس مش عايز أكبر نفسي يعني، بس كان موجود يعني. أنا من ضمن الناس اللي استخدمته. خلاص؟ تمام. تطور الموضوع بقى ان في جهاز التراسونيك ويفز كده بيسمعني النبض بس. لا مش زي السونار، حاجه بتطلع صوت بس. اوكي. شفته. تطور الموضوع ان بقى في رسم ايه لنبض الجنين بباترن معين. الباترن ده ممكن يقول لي البيبي ده هو النبض في معدل الكويس، بس الباترن بتاعه وحش، يقول لي يتوقع لي ان البيبي ده باترن بمعنى شكل النبض، شكل النبض، رسم نبض الجنين. بيقول لي اذا كان النبض ده في معدله الطبيعي ولا لا. تمام. فبالتالي بدا ان انا اقدر ابريدكت الموضوع اكتر، وبالتالي فده زود لي معدلات الولاده القيصريه. لان الدكاتره على مستوى العالم بيخاف برضه من المساله القانونيه حتى بره. طب انت ما ولدتهاش قيصري ليه؟ هيتسال السؤال ده. السؤال اللي الدكتور هيخاف منه اكتر ايه؟ انت ولدت قيصري ليه ولا ما ولدتش قيصري ليه؟ ايه اللي هيلام فيه قانوني؟ انت ما ولدتش قيصري ليه؟ البيبي ده حصل له حاجه ورسم النبض الجنين ده وحش. طب انت ليه ما لجأتش ان انت تولدك قيصري وتسيب البيبي ده؟ تمام؟ لا، ما اخد كلمه بس من كلامك. انت بتقول اللي هيلام فيه انت ما ولدتش قيصري ليه، مش ولدت قيصري ليه. هقول لك ليه. انا الدكتور بيبقى خايف من المساءلات القانونيه اكيد طبعا. مظبوط. دي حياه بني ادمين. تمام. ومحطوط في ستريس، هو مسؤول عن حياه حياه اتنين، الام والجنين. بس طيب. اكيد شك في لحظه معينه ان البيبي ده مش هيبقى كويس. اوكي. وهو في ستريس وبنولد طبيعي والسيتويشن وحش والست بتصوت وعماله تقول لي والنبي ولدني قيصري، ده انا تعبت قوي، ده مش عارف ايه. طيب انا القرار اللي هاخده مع تعب البيبي ده ان انا حاسس بريدكت او توقعت البيبي ده مش كويس. طيب هبتدي اخد اللاين بتاع الولاده القيصري. ليه؟ لان انا لو ما ولدتهاش قيصري دلوقتي وحصل اي مشكله، ده الامن بالنسبه لك كطبيب. وليه بس قبل ما تعمل ده قبل ما تعمل ده المفروض ان احنا بنوعي الست ان انا هعمل كده علشان 1 2 3. عشانك بالظبط ابقى مفهمها ان انا بعمل كده عشان 1 2 3. لكن ما اخدش القرار بالنيابه عنها انا هدخلك قيصري وهو كده. لا طبعا مش هاخد القرار، انا مش هاخد القرار بالنيابه عن الست في اي وضع. ايه الحالات الثانيه اللي الولاده القيصريه فيها ضروريه وملهاش بديل؟ تمام. في اسباب بقى نقدر نقول الولاده الطبيعيه ملهاش اي بديل. الولاده القيصريه ملهاش اي بديل. تمام. اول حاجه وضعيه الجنين داخل الرحم. تمام. مش براسه. البيبي مش براسه. بيبي نازل بالعرض. طب ده هينزل ازاي؟ ملوش اي اوبشن انه ينزل بيه. بيبي نازل عن طريق الحاجب اللي هو نازل براسه، بس نازل بالحته دي. الدايمتر ده مش هيعدي من الحوض بتاع الام. اوكي.
الحاله البكريه اللي نازله بالمقعده، تمام. لو بكريه نازله مش مقعده نازل براسه مش نازل براسه مش هقدر دي من ضمن الحاجات الحاله التوأم اللي البيبي الاولاني مش نازل براسه، لازم الاولاني يبقى نازل براسه عشان احاول معاها اصلا. يعني لو الاولاني نازل براسه ممكن التاني ينزل عادي بسهوله. احاول لكن لو الاولاني مش نازل براسه انا مش هحاول اصلا، لان طب لو اكتر من 2 يتولد طبيعي ولا قيصري؟ صعب قوي بقى. لا هولدها يبقى قيصري. لازم قيصري. 3 اولاد. وطبعا زي ما قلنا من شويه ولازم اشرح لها مشاكلها. طب كل حالات السكر اللي عندها سكر او ضغط لازم تولد قيصري ولا ممكن تولد طبيعي؟ مش لازم تولد قيصري لو انا كنترولنج الموضوع كويس وفي وسائل كويسه. خلي بالك انت برضو في نقطه لازم ما نغفلهاش، ان انا ما عنديش اكسس سريع. انا ممكن الست تيجي انا برضو دايما الحاجات اللي بحسبها ان انا الست اللي انا قلقان عليها قوي دي ممكن تيجي في فتره اللي هي خلاص في مشكله هتحصل وانا عايز اولدها بسرعه، ما تقدرش هي تلحقش تيجي المستشفى، الشارع زحمه. ففي في حاجات حوالين الموضوع بتخليني ان انا ابتدي اوجه زي الست بتاعت الدايبيتس دي. انا ممكن اخش احجزها في المستشفى بتاعت السكر ممكن اخش احجزها في المستشفى بعد دخولها اسبوع في التاسع واعمل لها مونيتور الصبح وليل. هتتحمل تقعد معايا 3 اسابيع او لا طبعا في المستشفى ان انا بتابعها؟ لا من غير، هي هتبقى شايفه انه من غير داعي ولا فاينانشال ولا وماديا ماديا هيبقى تكلفه كبيره عليها ولا أكيد. اي حاجه. تمام. طيب. فانا ساعات بلجأ الحاجات دي كاجراءات وقائيه للسيتويشن اللي انا فيه.